اسمع لي. المهم دوز عيا العتاب الاول لدارهم، مرض بالبليه، دار عمليه بردوا لي الكشاف، وليت انا هي مصدر العيش. تلاقيت معاه كنخرج خويا من القرايه، تلاقيت معاه هو بقى عليا هادي صافي غندير لك نفعل لك نتركا ليا الدماغ، هربت انا وياه. انا هربانه على اساس انني انا صافي هربانه على اساس خويا خرجني من القرايه، ما عرفتش هما تسلط عليا انا غندير غنفعل غنترك، ملي خدتوني عايشه في العذاب دخلني لدارهم بالزنقه، تعذبت تشردت، ناض بقينا في الكراوات، ولات البنيه ولات الوليد، ناض هو دار العمليه ولا شرا تليفون ولا خدمت عند واحد السيد في القهوه ولا كيقول لك هذا ركبي معاه على اساس انه على اساس انك مطلقه غادي نطلع ليه الطوموبيل غنقول ليه غنصيفطك بالخيانه الزوجيه غيدير لي كل شيء. السيد ثاني كذلك، السيد ثالث كذلك، مني موافقتش ليه على هادشي ومشيت ديكلاري تشردني في الزنقه، حيد لي دابا لاكارت ديالي مهرسها، ولادي محاطهم شحال المدنيه، الكاعد ديال الجواج، وليت عرضه للشارع راهم كيجيو منه والديه، واخا والديه تا هما مدوزين عليا العذاب كيجيو منه باغيينو، علاش؟ حيت ما كيحملونيش اي حاجه كيوقفوا فيها. اما دابا غيشوفوا هادشي وغيزيدوا تما يديروا نفس الشيء اللي درت انا درتو انني مضروره والله شاهد، هما ما عندهمش غيديروا حيت مضرورين. لا هما تما خاصهم يردوا السر ضروري، ولكن الله سبحانه وتعالى راه كيشوف، ربي سبحانه وتعالى راه كيشوف. هذا لا انا واش باغا غير وراق ولادي.